السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد إن شاء الله. تمكن قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة المراهنة أمن ولاية سوق أهراس من توقيف نشاط تاجر للمؤثرات العقلية ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب5379 قرص، منها 3030 قرصا من نوع ليكزوميل و2349 قرص من نوع بريغابالين. عملية توقيف المشتبه فيه كانت بناء على عملية بحث وتحري أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الذي كان بصدد إدخال الكمية السالفة الذكر إلى إقليم ولاية سوق أهراس لغرض المتاجرة فيها مع جلبها من دولة مجاورة، ليتم ضبط خطة عملياتية محكمة تم من خلالها توقيفه على مستوى وسط مدينة المراهنة على متن سيارة، وبعد تفتيشها الجيد عثر على الكمية السالفة الذكر مخبأة بإحكام داخل تجاويف أبواب المركبة، ليتم على إثر ذلك تحويله لمقر المصلحة. باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي بحق المشتبه فيه عن جرم حيازة، نقل وعرض للمؤثرات العقلية مع التهريب باستعمال وسيلة نقل في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة طاورة أين صدر في حقه أمر إيداع.